اهلا وسهلا بيكم في قناة فيلمينجو. ما تنسوش تصلوا على النبي وتدعوا لاخواتنا في غزة ربنا يفك كربهم. والنهارده فيلمنا بيحكي عن قصة حب بتتحول لعداوة، وبعد سنين بتظهر الحقيقة وبيكملوا حياتهم مع بعض. فقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتعملوا سبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديدنا. ويلا بينا نخش في الأحداث. بيبدأ الفيلم وراجي بيتضرب بالنار، بس بنكتشف انه كابوس وانه كان بيحلم. وبعدها بنشوف انه عنده ورشة لتصليح العربيات، ولما بيقعد مع اصحابه بيكون متضايق، فبيقولوا له انه عدى على الحادثة 15 سنة، وبنعرف انه شخص طيب وبيحب يساعد الناس. وبعدها بنشوف فير اخوه هو بيسوق بسرعة رهيبة وبيكون بيجرب عربية عميل، فوهو سايق بيشوف أشيتا بالصدفة فبيعجب بيها من أول نظرة وبيقف لها وبيعرف إنها لازم تروح مكتب البلدية خلال 10 دقايق، فبيوافق يوصلها وبيسوق بسرعة جنونية لدرجة إن العربية بتعمل حادثة وبتتخبط منه، بس في الآخر بيوصلها وهي بتشكره إنه ساعدها. ولما بيرجع البيت أخوه بيتخانق معاه علشان عرض حياته للخطر. وبعدها فير بيصلح العربية اللي خبطها وبتوصل أشيتا المكان وبتتفاجئ لما بتشوفه وبتكون عاوزة تصلح الموتوسيكل بتاعها، فبيجربه وبيعرف انه مش شغال ومحتاج وقت علشان يتصلح، وبيعرفها ان هو صاحب الورشة. وبيتفاجئ لما بيلاقي راجي واقف وسامعه فبيشاور لها علشان ما تتكلمش. وبعدها سيدو بيدي فير قهوة علشان يفضل سهران، بس بيصحى على جردل المية وبيعرفوا ان تسجيل العربية اتسرق كالعادة، وبيطلع ان سيدو هو اللي سرقه وباعه لاوسكار. وبعدها بيكلم حبيبته جيني وبيقول لها انه هيعمل لها عيد ميلاد، فبتكلم اخوها علشان تخرج، وبنكتشف ان اوسكار اللي باع له التسجيل المسروق. حرامية في بعض يعني. وتاني يوم بيروح فير لأشيتا علشان يرجع لها الموتوسيكل، وبيوصلوا اصحابه علشان يحتفلوا بعيد ميلاد جيني وبيقنعوا أشيتا تروح معاهم. وفي الحفلة بنشوف رجالة الملك بيجبروا صاحب المكان يبيع مخدرات للشباب وهو بيكون رافض، وأشيتا بتدافع عنه وبتقول له يكلمه كويس، فبيكسر لها تليفونها، فبيتضايق فير وبيضرب فيهم ومحدش بيكون قادر يقف قصاده. وبعدها بينتقموا منه رجالة الملك وبيمسكوه لما بيكون ماشي لوحده، فبيخرج راجي من البيت وبيلحقه وبينقذه. ولما بيوصل للمستشفى بيسأله راجي عن اللي حصل، بس بيرفض يقول له حاجة. وبعدها بيروح راجي يقابل أصحابه وبيعرف منهم مكان العصابة علشان يرجع حق اخوه، وبيوصل للوقر بتاعهم وبيضرب فيهم كلهم وبيولع لهم في المخدرات بتاعتهم. ولما بيوصل الملك بيكون متضايق من اللي حصل، وبيقولوا له الرجاله ان اللي عمل كده ممكن يكون اخو الميكانيكي اللي ضربوه، فبيروح له الورشه وبيكون عاوز يتاكد لو هو اللي عمل كده، بس بيلاقيه محترم وملهوش في المشاكل، وبيخدعه انه بيخاف من ضرب النار، فبيؤمر رجالته يشيلوا الاسلحه. وبعد ما بيمشي بيضحك عليهم هو واصحابه. وبنرجع للماضي وبنشوف راجي في قريه بلوجاريا، وكان بيهرب من عصابة عاوزة تقتله، وبيخبط في ميرا بالصدفة وبينزل يطمن عليها وبيتكلم معاها وبيبان انه اعجب بيها. وبعدها بنشوف ملك وهو متضايق، وده لان راجي سرق الذهب بتاعه، ووقتها بيحط خطة علشان يتخلص منه. وتاني يوم راجي بيشوف ميرا وهو ماشي بالصدفة لتاني مرة وبيحاول يقرب منها وبيعرفها ان اسمه كالي وان ابوه زعيم عصابة مشهور، فهي بتخاف منه، بس هو بيطمنها وبيتفقوا يكونوا صحاب. وبعدها بنشوف اخو فير وابوه راندير وبنعرف انه عايش بعيد عنهم بسبب العداوة اللي بينهم وبين ملك. وبنكتشف ان كالي مش ابن راندير وانه لاقيه في الشارع ورباه مع ابنه، بس فير ما كانش يعرف الكلام ده. ومع الوقت بيقرب كالي وميرا لبعض، ولما بيعرف ان عيد ميلادها بكره بيتفاجئ وبيقول لها انه مش هيكون موجود علشان هينقل الذهب اللي سرقه من ملك لرومانيا، بس هي بتتضايق وبتقوله انها مش هتحتفل بيه لو هو ما كانش معاها، فبيوعدها انه مش هيتاخر عليها. وبعدها بيكون في الطريق وبتطارده عربيات ملك وبيحاول يدافع عن نفسه، بس بتتقلب بيه العربيه وحياته بتكون في خطر. ووقتها بتنزل واحده من العربيه وبتطلع انها ميرا وخانته وبتروح علشان تقتله، ولما بيشوفها ما بيكونش مصدق، فبتعرفه ان ملك ابوها وانها مرتبه لكل اللي كان بينهم علشان ترجع حق ابوها. وفي الاخر ما بتقتلهوش وبتسيبه يعيش بس علشان عيد ميلادها النهارده، وبتاخد الذهب اللي كان سرقه من ابوها. ولما بيرجع البيت راندير بيبقى عايز ينتقم له، بس كالي بيقول له انه لازم هو اللي يرجع حقه. وبيمشي تاني يوم ورا ميرا وبيحاول يوقفها بالعربيه، بس هي بتحاول تهرب منه لحد ما عربياتهم بيخبطوا في بعض، وميرا كانت هتقع من فوق الجبل، بس هو بيلحقها على اخر لحظه وبيقول لها انه بيحبها وانه هيقتلها لو شافها تاني. وبعدها ميرا بتحس بالذنب وانها بتحبه ولازم ترجع له، فبتقرر تروح له البيت وبتطلب منه يسامحها وبتعترف له بحبها، بس هو بيطردها بره البيت.
وبتفضل قاعدة قدام بيته لحد بالليل، والدنيا بتمطر فهو بيقرر يسامحها وبيروح لها، وبيتفقوا ينسوا كل اللي فات، وبيكونوا عاوزين اهلهم يعرفوا بحبهم وانهم عاوزين يتجوزوا. فبيسألها لو خانها المرة دي هتعمل ايه؟ فبتقول له انها هتضربه بالنار. وبعدها بيجي المشهد اللي كان في اول الفيلم وهو بيتضرب بالرصاص، وبنرجع للحاضر وراجي قدامه المراية وبيفتكر ذكرياته، وبنشوف فيرو وهو بيعترف لشيتا لأول مرة انه بيحبها وبيكون عاوز يكمل حياته معاها وهي بتوافق. وتاني يوم بيكلموا راجي وبيعرفوه انهم عاوزين يرتبطوا، فبيوافق وبيحدد ميعاد مع اهلها وبيروح لهم البيت، وبيتفاجئ هناك ان ميرا تبقى اختها، والاتنين بيكونوا مصدومين لما بيشوفوا بعض. وميرا بتقول له انه زمان خان ثقتها فيه ومستحيل توافق ان اخوه يتجوز اختها، وبتهدده انها هتقتله لو شافته مرة تانية، فبيخرج من البيت وبيمشي. وبنرجع تاني للماضي وبنشوف مليك وراندير وهم موافقين على جوازهم، ومليك بيقرر يسامح علشان سعادة بنته، بس هو بيكون حاطط خطة مع رغاف علشان يقتلوهم. ولما بيروح قالي وابوه القصر بتاعهم بيتفاجئوا بمليك ورجالته وبيهددهم انه هيقتلهم، فبيهاجمهم قالي وبيضرب فيهم كلهم ومحدش بيبقى قادر يسيطر عليه. ورغاف وقتها بيكلم ميرا وبيخدعها بان قالي خانها وعاوز يقتل ابوها، ومليك وراندير بيرفعوا على بعض السلاح وكل واحد بيموت التاني. فبيجري قالي على ابوه بيمسك المسدس من ايده، وهنا بتشوفه ميرا وبتفتكر ان هو اللي قتل ابوها، فبتضربه بالنار وبتكون فاكره انه مات، وبتاخد اختها اشيتا وبتسافر الهند. وقالي بيروح المستشفى وبيعرف انها سابت البلد، فبياخد اخوه بيسافر على بلوغاريا. ولما بنرجع للحاضر بنشوفه مع اصحابه وهو بيحكي لهم اللي حصل، وبعدها بيعرف فير انه رافض جوازه وانه مصمم على كده، وميرا بتقول لاشيتا نفس الكلام. ولما بيروح فير لاصحاب اخوه بيعرف ان ميرا وراجي كانوا بيحبوا بعض زمان. وتاني يوم ماني بيشوف عربية مفتوحة وفيها المفاتيح فبيسرقها، ولما بيخرج الملك بيلاقي ان عربيته اتسرقت فبيتخانق مع رجالته. وبعدها بيروح ماني الفير في الورشة وبيطلب منه يغير له لون العربية علشان لو الملك عرف هيقتله، فبيوافق فير علشان ينتقم من الملك بسبب الموقف القديم اللي بينهم. وبيتفق مع اشيتا انهم يرجعوا اخواتهم لبعض، بس راجي بيسمعهم وبيقول لهم ان العلاقه بينهم انتهت. فبتقول له اشيتا انهم لسه بيحبوا بعض ومحدش فيهم اتجوز بسبب كده، فبيستغرب من كلامها وبيتفاجئ. وبالليل راجي بيبوظ عربيه ميرا، ولما بتيجي تروح مشوار العربيه بتعطل منها، فبيعدي قدامها وكانها صدفه وبيصلح لها العربيه وهي بعدها بتمشي. وفير بيلاقي شنطه جوه عربيه الملك وهو بيغير لونها ومحدش بيبقى عارف فيها ايه، وبيكتشفوا انها مليانه مخدرات فبيتخلصوا منها وبيحرقوها كلها. وبعدها راجي بيراقب ميرا من بعيد وبيشوف رجاله الملك وهم بيتخانقوا معاها علشان تبيع مخدرات في المكان، فبيروح لهم وبيضربهم كلهم، وكالعاده محدش بيقدر عليه، بس هي ما بتتكلمش معاه. وتاني يوم اشيتا وفير بيخلوهم يتقابلوا في نفس المكان من غير ما يعرفوا. ووقتها بيجي الملك وبيسأل ميرا عن اللي ضرب رجالته في المطعم، فبتبص لراجي وبتقول له انها ما تعرفش مين اللي عمل كده. وبيبيع ماني عربيه الملك بعد ما غير لونها لاوسكار اخو جيني. وبعدها جيني بتعرف سيدو على اوسكار اخوها وبيفضحوا بعض لان هما الاتنين حراميه، وراجي بيتدخل وبيقنع اوسكار يجوزهم لبعض وبيوافق وبيحددوا الفرح. وميرا بتطلب من اشيتا تخلي فير يجي لهم البيت لوحده، فبيروح لهم تاني يوم وبتعرفوا انها هتوافق على جوازه من اختها بس يعيش معاهم ويسيب اخوه. فبيتفاجئ من كلامها وبيقول لها انه مستحيل يبيع اخوه حتى لو على حساب حبه، بس ميرا بتقول له ان راجي مش اخوه وان ابوه كان لاقيه في الشارع ورباه. وبعدها بيروح لراجي وبيسأله عن اللي سمعه، فبيتفاجئ راجي وبيقول له ان ميرا اللي عرفته، وبيقول له كمان انهم مش اخوات بس هو بيحبه اكتر من نفسه. وبعدها راجي بيخطف ميرا وبيسألها ليه عاوزه تبعده عن اخوه، فبتقول له علشان هو موت ابوها قدامها، فبيعرفها ان ابوها هو اللي خانهم وان مش هو اللي قتله، وبيسيبها وبيمشي. وتاني يوم بتقابل ميرا رغاف وبتعرف منه الحقيقه وان ابوها هو اللي خان راجي، فبتروح لراجي البيت وبتوافق على جواز فير واشيتا. وبعدها بتعتذر لراجي وبتقول له انها عرفت الحقيقه وهو بيقبل اعتذارها. وفي فرح جيني وسيدو بيرقصوا راجي وميرا وبيتفقوا انهم هيتجوزوا ويعوضوا اللي فاتهم. وبيوصل الملك الفرح وبيشوف عربيه وبيكتشف انها بتاعته لما بيشوف الشعار عليها، وبيضرب اوسكار لما ملقاش الشنطه فيها وبيعرف ان ماني هو اللي سرقها. والملك لما بيسأل ماني على المخدرات بيقول له ان فير هو اللي يعرف مكانها، وبيقول له فير انه حرقها، فبيخلي رجالته يضربوه وهو بيحاول يدافع عن نفسه لحد ما بيوصل راجل المكان، فبيضرب فيهم وبيتخلص منهم كلهم وبينتقم من الملك علشان اللي عمله في اخوه، فبيضربوا الملك بالنار. بس ميرا بتاخد الرصاصه مكانه وبتدخل ميرا المستشفى، وتاني يوم بتكون حالتها مستقره وبيجي لها راجي وبيقرروا يكملوا حياتهم مع بعض. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيلم. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناه، واستناني في ملخص تاني. سلام.